أسمر من الهند، مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام أخ أسمر، مرحبا أيمن بك. على السلام، أسعد الله أوقاتكم وأتمناكم بخير وفي أمن وأمان والمستمعين كذلك. آمين لنا ولكم. ما رأيك في تصريحات البرهان اليوم؟ هل ترى فيها أي تغيير، فيها إضافة، فيها موقف جديد من الممكن أن يبنى عليه؟ كيف ترى؟ شخصيا تحليل الشخص لخطاب البرهان بالأمس هو أشبه بزبد البحر، لأنه خطاب البرهان حمل عدة أوجه على النقيض. يعني هو في الوقت اللي كان بيتحدث فيه البرهان بأن المؤسسة العسكرية خط أحمر وأنه لا وجود للكيزان والحركة الإسلامية في المؤسسة، فهو كان في ضمنيا في اعتراف أصلا بوجود الأيديولوجيات داخل هذه المؤسسة. ولما نتكلم في المؤسسة العسكرية فالأيديولوجية ليست بس الإسلاميين والمؤتمر الوطني، فالمؤسسة العسكرية فيها كثير جدا من الحزبيين. فجميع الانقلابات السياسية اللي حدثت، الانقلابات العسكرية اللي حدثت في السودان كانت بغطاء مدني دائما. فالجميع يعلم انه الليله اذا كانوا اليسار عندهم تكتلاتهم داخل الجيش، الاسلاميين لديهم تكتلات داخل الجيش وكذلك. فلما يجي يتحدث البرهان بانه المؤسسه العسكريه خط احمر، فهنا هو في نفس الوقت اللي بيرفض انه الاسلاميين يتواجدوا او يكونوا غطاء في المؤسسه العسكريه، فبالتالي مفترض انه الخطاب ده يكون شامل لكل الناس. يعني انا الليله كزول براقب في الاحداث، بيهمني جدا انه المؤسسه دي ما يكون في اي حزبي، فما محصوره فقط على الكيزان. لكن هو طبعا البرهان لانه حاليا في تسويه لوح في الافق، فبيحاول خطابه كان سياسي بحت ولم يكن خطاب انه المؤسسه المفترض هي تكون مؤسسه قوميه في المقام الاول. فالبرهان اذا كان هو حقيقي بخطابه اليوم داير يعيد للمؤسسه العسكريه دي مجدها وقوتها وشرعيتها والعقيده الوطنيه المفترض انها بتدافع عنها، فكان الاولى انه والله يقبلوا اول حاجه ما يرفض يقول المؤسسه دي خط احمر، لان انا بفتكر انه المؤسسه دي محتاجه لهيكله وفيها خلل، والبرهان نفسه اعترف بالخلل داخل المؤسسه دي في اكثر من مره يعني. طيب يعني اخ اسمر لان هناك كما تعلم، يعني كما اعلنت وزاره الداخليه العراقيه عن مفقودين داخل البناء المحترق في الوزيريه وسط بغداد، والدفاع المدني العراقي كان أعلن عن إصابة مدير الدفاع المدني وعدد من رجال الإطفاء خلال محاولات إخماد حريق في منطقة الوزيرية في بغداد كما كنا نتابع، أو هي الآن على الشاشة معكم صورة مباشرة. أرجو لو تبقى معي أخ أسمر. فقدان 10 وإصابة مدير الدفاع المدني في بغداد، و27 من رجال الإطفاء خلال محاولات إخماد حريق اندلع في مبنى تجاري بالوزيرية. طبعا يعني نحن صحيح نناقش ملف السودان الآن، لكن هذا خبر يأتينا مباشرة، ونحاول الوصول إلى أحد المسؤولين لنقف على آخر تطورات يعني محاولات إخماد هذا الحريق والمعلومات حول عدد المصابين والمفقودين والأضرار التي نجمت عن هذا الحريق أيضا، وما هي طبيعة هذا المبنى التجاري، وهذه المعلومات المهمة حول هذا الخبر. طيب معنا السيد نواس من الدفاع المدني. أهلا بك سيد نواس، مرحبا بك. اهلا وسهلا بحضرتك ومشاهدين قناه الجزيره الكرام. طيب اسمح لي يعني اتعرف عليك تعرف كامل بعد اذنك. نعم، منسق اعلام مديريه الدفاع المدني نواس صباح شاكر. نواس شاكر، منسق اعلام بالدفاع المدني. نعم. طيب اهلا بك اخ نواس. يعني اولا يعني ندعو الله ان يعني يكون المصابين بخير يعني إن شاء الله، وأيضا يعني المفقودين تصلون إليهم وهم بعافية. لكن ما هي آخر إحصائيات عن عدد المصابين وعدد المفقودين حتى الآن؟ نعم، سجلت مديرية الدفاع المدني عدد من الإصابات كان على رأسهم السيد مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهون، إضافة إلى 14 ضابط وكذلك عدد من المنتسبين. إصاباتهم مختلفة حسب قربهم من البناية المنهارة
تسبب انفجار لخزان يحمل مواد عطريه، مواد تستخدم في العطور، مواد قابله وسريعه للاشتعال، الى تهدم البنايه. طابقين من البنايه انهار، فتطاير الشرار وتطايرت مواد البناء على فرق الدفاع المدني التي كانت تنفذ عمليات الاقتحام المباشر والدخول وسط البنايه المحترقه. لله الحمد لم نسجل خسائر بشريه في صفوف الدفاع المدني، لكن من خلال الاهالي المتواجدين في المنطقه بوجود مفقودين من ذويهم من ابنائهم. الان اخمد الحادث بشكل كامل بمشاركه اكثر من 60 فرقه اطفاء مع تحريك زوارق الدفاع المدني الطافيه في نهر دجله من اجل تسريع عمليه ضخ المياه الى فرق الدفاع المدني. كما تعلم الحادث مهول كبير جدا، اكثر من 11 مخزن متنوع الخزين، خزين عشوائي فوضوي مع وجود مخالفات كبيره في المبنى وكذلك المخازن الموجوده ابلغ عليها الدفاع المدني منذ عام 2019 بضروره ازالتها، لكن لم تجدي نفعا. هذا ما تسبب بالحادث. الحادث كان كبيرا جدا ولله الحمد سيطرت الان فرق الدفاع المدني على النيران، لكن بدات بعمليات البحث والانقاذ من قبل فرق متخصصه في مجال الانقاذ من خلال الكاميرات الحراريه ومن خلال المستشعرات. حاليا تنفذ عمليات البحث عن الضحايا. لحد هذه اللحظه لم نعثر على اي جثه، لكن عمليات مستمره ونتوقع ان تستمر لحد الفجر. طيب، يعني الاعلان عن فقدان 10، هل هناك يعني هل تعلمون يعني اسمائهم وماذا يعملون؟ وكيف عرفتم انهم مفقودون؟ هل عن طريق ابلاغ الاهالي؟ كيف تم معرفه ان هناك 10 مفقودين؟ نعم، فرق الدفاع المدني ما انتصل الى موقع الحادث حتى تستفسر بشكل كامل عن طبيعه المبنى وما تحتويه، وكذلك العمال المتواجدين او الاشخاص المتواجدين داخل المبنى. فمن خلال استفسارها عن طبيعه البناء وكذلك العمال المتواجدين وايضا من ذوي الضحايا عرفت ان عددهم 10، ولذلك استمرت عمليات البحث والانقاذ، لكن لحد هذه اللحظه لا نعرف اي شيء عنهم. ما زالت فرقنا تباشر بعمليات البحث. استندنا انه رقمهم 10 وانه عددهم 10 من خلال الاهالي اللي فاقدين اولادهم، فبامكان انه العدد يقل او يزيد، هذا حسب عمليات ما تسفر عنها عمليات البحث والانقاذ. ندعو الله أن تمر بردا وسلاما ويتم التوصل إلى المفقودين. شكرا جزيلا لك السيد نواس شاكر، منسق إعلام بالدفاع المدني. وإذا كان هناك أي تطورات بطبيعة الحال سنتواصل معك أو مع أحد من المسؤولين بشكل مباشر مرة أخرى. إذن حسب المنسق الإعلامي بالدفاع المدني العراقي يعني أشار إلى أن المبنى الذي احترق كان يضم أكثر من 11 مخزنا، وأنه كان هذا التخزين يتم بشكل عشوائي وفوضوي على حد تصريحه، وأنه الدفاع المدني أبلغ عن هذه الطريقة أكثر من مرة وأنها تمثل خطرا، لكن على ما يبدو أنه لم يستجاب، يعني لم يتم عناية ذلك. ويقول أنه تم إخماد الحريق بشكل كامل، وكما يعني أشرنا من قبل أن هناك 10 من المفقودين وهناك إصابات، وكان من أول المصابين مدير عام الدفاع المدني وعدد من المنتسبين للدفاع المدني إصاباتهم مختلفة. إذن أي تطور سنعود إلى هذا المشهد مرة أخرى. لكن بالعودة إلى الملف الرئيس في هذه النافذة، وهو تصريحات الفريق البرهان. كان معنا قبل هذا الحوار ضيفنا الكريم من السودان أسمر من الهند. يا أخ أسمر، مرحبا بك مرة أخرى. تسلم، الله يكرمك، وبرضه الرحمة والمغفرة لضحايا الحريق، وقلوبنا معكم والله الإخوة في بلاد الرافدين، نسأل الله السلامة للجميع. طيب، أنا تحدثت في الجانب الأول من خطاب البرهان اللي هو كان ممكن الناس تنظر له إنه جانب إصلاحي، لكن وصفته في البداية بأنه كان على النظير، يعني دائما من كل الأحداث اللي ودائما من تحركات البرهان نفسه. في الجانب الآخر طوالي بعد انقلاب 25 أكتوبر حدث إنه اللي هو بعد الانقلاب البرهان نفسه تم إرجاع كثير جدا
من ذات الإسلاميين الذين تم فصلهم أو تم مثلا كان بملف إزالة التمكين، فعاد أولئك المفصولين إلى أماكنهم، وسمح بكثير جدا من الحريات للإسلاميين نفسهم، رغم أنه المؤتمر الوطني عن حزب تم حظره بعد الثورة دي. سمح لهم كيف؟ يعني سمح لهم كيف؟ عفوا، كيف سمح يا أسمر نعم. يعني أنت تقول كلام فقط أريد أن أسألك عنه. كيف سمح للإسلاميين أنه يعودوا للمشهد؟ يعني في أي يعني ما هي القرينة على ذلك؟ هل هناك ما يعزز ما تقول؟ الطعن اللي تم لكل القرارات اللي أصدرتها لجنة إزالة التمكين في الفترة بتاعت ال3 سنين الماضية، فكل المتابعين يعلمون جيدا انه تم طعن في القرارات دي، وعيد كل الموظفين لاماكنهم يعني، مع انه طيب هذا تم بالقانون، يعني ما دخل يا اخ اسمر، ارجو ان تسمعني، اديني فرصه اعرض عليك الراي الاخر. ما دخل الفريق البرهان في ان يعاد هؤلاء الى اماكنهم، وقد كانت لجنه ازاله التمكين التي هي من المفترض محسوبه على الحريه والتغيير انها تمارس عملها، بل بالعكس كان الإسلاميين يقولون عنها أنها انتقامية وانتقائية وأنها لا تراعي القانون. يعني ما علاقة الفريق البرهان بلجنة تمارس عملها وفق القانون؟ اسمعني طيب، اسمعني للآخر يا أسمر. ما علاقته اسمعني للأخ يا أسمر كان يحتاج لدعم ولحج من الإسلاميين ليقدر يعبر بالانقلاب ويصير بالانقلاب لتشكيل حكومة، والحاجة دي تم فتحها من الإسلاميين نفسهم. على حتى أذكر لك لا يا أسمر عفوا لابد أن ننظم الحوار. يا أسمر يا من تغنت له الأغاني الكثيرة تمام. الأسمر كان حظه كبير جدا في الأغاني طيب في كل التراث الشعبي في مصر والسودان طيب خلينا نتكلم عن إيه؟ ننظم الحوار لأنك تقول كلام مهم، فاعطيني فرصة أطرح لك السؤال كاملا وأجب بشكل كامل. أنت تقول إن الفريق البرهان أعاد المفصولين، وكلامه اليوم كلام متناقض، لأنه حتى وهو يعني هناك أحزاب في المؤسسة العسكرية ولم يشر إلا إلى الإسلاميين. أنا سألتك ما هي علاقة البرهان بإعادة المفصولين إذا كانت هناك لجنة لإزالة التمكين لها قانونها الخاص ولها وظيفتها الخاصة ولها إجراءاتها الخاصة، كانت لجنة خاصة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وكانت من اختيار ومن رعاية الحرية والتغيير، قوى الحرية والتغيير. ما دخل الفريق البرهان في أنه يعيد المفصولين أو لا يعيد المفصولين؟ بالقانون أعيدوا إلى أعمالهم، بالقانون تمت إدانتهم وتمت تبرئتهم. تفضل. اوكي، خلصت السؤال عشان نعم. اوكي تمام. انا اديك الرابط بين الاثنين ديل في شنو؟ اول حاجه استاذ ايمن، الجميع خلاص واحنا في السودان بنعرف حاجه واحده، انه منذ انقلاب 89 في هو صباح ال30 اللي حصل انه كل المؤسسات في الدوله، المؤسسات الهيكليه دي مؤسسات هي مجرد مؤسسات بتفضل كاسماء، لكن القرارات دائما هي بتكون عند السلطه او اللي هي رئيس البلد، فهو اللي بيتحكم، هو الناهي والامر في جميع الاحداث والاشياء اللي بتحصل. فاللجنه القضائيه او الدور القضاء اللي اصدر بس حاليا ارجاع هؤلاء الناس ما منها ولا كتطبيق للعداله، والا في الملفات كثيره جدا الموجوده في القضاء السوداني. فاذا كانت الحته مساله بتاعت نزاهه قضاء او مثلا قرار مستقل، فلدينا كثير جدا من القضايا موجوده في دور القضاء، وللان اخذت اكثر من 3 سنين. واكبر دليل على كده المشهد بتاع فض الاعتصام والجرائم اللي حدثت خلال الثوره دي، واللصوص المؤتمر الوطني والذين حتى يقضون في السجون لوقتنا هذا. فما شفنا كان اي قرار مرق ولا صدر من قضاء، وانما كانت مراوغات من القضاء نفسه من النيابه. فبقدر اكد لك بالجمله دي حاجه واحده، انه البرهان هو اللي له علاقه مباشره
بإرجاع هؤلاء. فالسودان ما فيه مؤسسات يا أستاذ أيمن. مؤسسات القضاء والمؤسسة العسكرية شابه من خراب من ليلة 89. فإحنا ما بنتكلم في دولة، بنتكلم في خراب اسمها السودان. حاليا بنحاول نعيد مجد الثورة دي ذاتها، ثورة ديسمبر المجيدة إن شاء الله. خلاص. فده موضوع البرهان. فالبرهان الليله لما يجي مثلا يتكلم في المؤسسه العسكريه وانه الكيزان ما مفترض يجيب وراه او اي حد يحتمي بالمؤسسه دي، كان وحاد الخطاب بيوجهه في جهه لارضاء مثلا الجهه الثانيه اللي حاليا مثلا هم بيجهزوا لتسويه سياسيه. في نفس الوقت بيجي اولئك الاشخاص اللي هو مثلا بيكونوا فرحين جدا بقرار زي ده، مثلا انه البرهان اصدر قرار بانه الكيزان وحيحجم من تحركاتهم، بيجي جاي بيقول لهم انه المؤسسه العسكريه دي خط احمر. ليه؟ اذا حتى في التسويه دي داير يضمن انه في التسويه ما مفترض تجي هيكله القوات المسلحه. والثوره دي عندها واحده من اهم بنودها، تتم هيكله المؤسسه العسكريه السودانيه وترجع المؤسسه دي لحضن الوطن وتكون هي اداء لحمايه الشعب والوطن والدستور، وليست لقمع الشعب والاشياء اللي بنشوفها او الذين تم اغتصابهم وتم تقتيلهم امام المؤسسه العسكريه التي اغلقت ابوابها. دي المؤسسه العسكريه اللي بيحاول انه البرهان يحميها في وذات المؤسسه تضج بالتكتلات السياسيه. فالليله الانسان السوداني او الثائر السوداني بيرى انه المؤسسه دي بشكلها الحالي والمؤسسات طيب يعني